السلام عليكم، صباح الخير. ازيكم عاملين ايه؟ انا الحمد لله صليت الفجر وجيت، وان شاء الله النهارده يعني هيبقى ورانا مذاكره كتير جدا جدا جدا. هيبقى ورانا يعني امتحانات كمان يومين. وربنا يوفقنا يا رب. ودلوقتي ان شاء الله انا هبدا اذاكر، بس قبل ما انسى يعني انا عملت قناه تليجرام، وان شاء الله هحط لكم اللي هو الرابط بتاعها في التعليقات والوصف. فادخلوها يعني ان شاء الله نعمل هناك جلسات وجلسات مذاكره يعني، وهنزل لكم مراجعات وحاجة تقربنا من بعض يعني على طول إن شاء الله. فما تنساش يعني تتابع القناة هناك لو حابب يعني. وبس كده، فدلوقتي إن شاء الله أبدأ أذاكر، فيلا بينا. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. عاد إليكم من جديد. أنا الحمد لله رحت دروس كتيرة جدا الصبح، وإحنا بقى في مراجعات، والدروس يعني كترت عليا بقدر الإمكان. وجيت برضو ذاكرت الحمد لله برضو يعني لحد ما. ودلوقتي بقت الساعة 5، وكنت حابب أشارككم خطرة بسيطة جدا عن حاجة بنشتكي منها بس قليل جدا اللي بياخد باله منها، وهو موضوع الوقت. إن إحنا دايما الوقت بيجري والأيام بتعدي بسرعة، وإن العمر بيعدي من غير ما نحس. بس الحقيقة إن الوقت عمره ما بيتغير، هو اللي بيتغير إن إحنا بنعمل إيه في الوقت ده، أو إحنا بنستغل الوقت ده إزاي أو في إيه. وعشان كده نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة خطيرة جدا، وقال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني في ناس كتيرة خسرانة، وده مش لأنها ما عندهاش وقت، لكن لأنها ما عرفتش تستغل الوقت ده صح، وتستغله ازاي. والكلام ده مش جديد، ده الإمام الشافعي رحمه الله لخص المسألة كلها في جملة واحدة وقال: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. يعني الموضوع مش اختياري، ما هو انت تمسك وقتك يا وقتك يمسكك. يعني في الدراسة ساعة ضايعة ممكن تضيع مجهود سنة، في الدين ساعة ضايعة دي هتتسأل عنها قدام ربنا. فالخطيرة اللي حابب اسيبها لك ان خلي الوقت شاهد ليك مش شاهد عليك. بس كده. فدلوقتي ان شاء الله بقى نخش نكمل مذاكرة ان شاء الله لحد المغرب، ونروح نصلي المغرب ونيجي بقى ان شاء الله يعني نكمل. وبس كده، فيلا بينا. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. عاد إليكم من جديد. دلوقتي أنا الحمد لله ذاكرت وأنجزت ما يمكن إنجازه، ورحت صليت العشاء وجيت. وكان في سؤال جالي كنت حابب أجاوب عليه يعني، اللي هو إحنا في أيام المراجعات نروح الدروس ولا نذاكر في البيت؟ هو السؤال ده يعني له حلين: بتروح الدروس وبتستفاد، خلاص خليك في الدروس، ده أفضل. انما لو بتروح الدروس وبتطلع من الدرس ولا اي حاجه، يعني ولا استفدت اسئله ولا استفدت انك فهمت حاجه كانت واقفه عليك ما فهمتهاش، لا يبقى البيت افضل، انك تقعد تسمع محاضرات اونلاين في البيت. ودي الطريقه اللي انا بفضلها اصلا في المراجعات، سواء في حاله الدروس او مش في الدروس. في البيت انا بقعد مثلا بجيب حصه مراجعه، واللي هو الاستاذ بيشرح درس على السريع كده، اللي هو اهم النقاط، وبفهمها وبتبقى الدنيا مية مية خلاص. بالنسبة بقى للحل، بتسمع برضه محاضرة حل رايقة كده تظبط لك الحل عندك، الأسئلة اللي عندك واقفة، الأسئلة اللي فيها أفكار، وهكذا. فده اللي أنا بفضله في مذاكرة الأونلاين. إنما مذاكرة الدروس ده أنا بفضلها بس لو الأستاذ أنت بتروح بتستفاد منه. وبس كده، فلو مهتم بالمحتوى بتاعنا متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. وبس كده، يلا سلام.